الزليج والقفطان قطعتان فنيتان ترويان حكايات من عمق التاريخ المغاربي، لكن مؤخرا تحول هذا التراث الغني إلى ساحة نزاع ثقافي بين بلدين جارين، المغرب والجزائر. فما هي حقيقة هذا الجدل؟ ومن يملك حقا هذا الإرث الحضاري؟ دعونا نغوص في القصة. بداية، لنتحدث عن الزليج، هذا الفن العريق الذي يزين القصور والمساجد بفسيفساء هندسية بديعة. المغرب يعتبر الزليج جزءا لا يتجزأ من هويته، ويستشهد بتاريخ صناعته في مدن مثل فاس ومكناس التي كانت مراكز عالمية لهذا الفن منذ قرون. الحرفيون المغاربة أو المعلمين توارثوا هذه الصنعة جيلا بعد جيل، وحافظوا على تقنياتها الدقيقة التي تعتمد على تقطيع البلاط يدويا وتركيبه بدقة متناهية. بالنسبة للمغرب، الزليج ليس مجرد ديكور، بل هو بصمة ثقافية مسجلة باسمه في اليونسكو كتراث غير مادي. في المقابل، تؤكد الجزائر أن الزليج هو أيضا جزء من تراثها، وتشير إلى وجوده في مبانيها التاريخية العريقة، خاصة في مدينة تلمسان التي كانت على تواصل ثقافي وفني كبير مع مدن الأندلس والمغرب. الجزائر ترى أن هذا الفن هو إرث أندلسي مشترك انتقل إلى منطقة شمال أفريقيا بأكملها، وأن محاولة المغرب حصره في هويته الوطنية هو تضييق لهذا التراث الواسع. النزاع وصل إلى ذروته عندما استخدمت الجزائر تصاميم زليج في قمصان رياضية، وهو من اعتبره المغرب سرقة ثقافية. والآن ننتقل إلى القفطان، هذا الزي الرائع الذي يجمع بين الفخامة والأناقة. في المغرب، القفطان هو رمز للاحتفالات والمناسبات السعيدة، وله تاريخ طويل يمتد إلى العصور المرينية والسعدية. المصممون المغاربة طوروا القفطان عبر الزمن، وأضافوا إليه لمسات عصرية جعلته يصل إلى العالمية. كل منطقة في المغرب لها بصمتها الخاصة في تطريز وتصميم القفطان، مما يجعله فسيفساء ثقافية غنية داخل البلد نفسه. المغرب يرى أن القفطان المغربي بتصميمه وشكله الحالي المعروف عالميا هو نتاج إبداع مغربي خالص. من جهتها، تقول الجزائر إن لديها نسختها الخاصة من القفطان، والتي تسميها الكاراكو في العاصمة أو ما قفطان القاضي في الغرب الجزائري، وتؤكد أن هذه الأزياء لها جذورها التاريخية الخاصة التي تعود إلى العهد العثماني وما قبله. بالنسبة للجزائر، الخلاف لا يتعلق بوجود القفطان، بل بمحاولة المغرب تقديم نسخته على أنها الأصل الوحيد، وتجاهل التنوع الموجود في المنطقة. الجزائريون يفتخرون بتصاميمهم الخاصة، ويرون أنها تعبر عن هويتهم بنفس القدر الذي يعبر به القفطان المغربي عن هوية جيرانهم. الزليج والقفطان قطعتان فنيتان ترويان حكايات من عمق التاريخ المغاربي، لكن مؤخرا تحول هذا التراث الغني إلى ساحة نزاع ثقافي بين بلدين جارين، المغرب والجزائر. فما هي حقيقة هذا الجدل؟ ومن يملك حقا هذا الإرث الحضاري؟ دعونا نغوص في القصة. بداية، لنتحدث عن الزليج، هذا الفن العريق الذي يزين القصور والمساجد بفسيفساء هندسية بديعة. المغرب يعتبر الزليج جزءا لا يتجزأ من هويته، ويستشهد بتاريخ صناعته في مدن مثل فاس ومكناس التي كانت مراكز عالمية لهذا الفن منذ قرون. الحرفيون المغاربة أو المعلمين توارثوا هذه الصنعة جيلا بعد جيل، وحافظوا على تقنياتها الدقيقة التي تعتمد على تقطيع البلاط يدويا وتركيبه بدقة متناهية. بالنسبة للمغرب، الزليج ليس مجرد ديكور، بل هو بصمة ثقافية مسجلة باسمه في اليونسكو كتراث غير مادي. والآن ننتقل إلى القفطان، هذا الزي الرائع الذي يجمع بين الفخامة والأناقة. في المغرب، القفطان هو رمز للاحتفالات والمناسبات السعيدة، وله تاريخ طويل يمتد إلى العصور المرينية والسعدية. المصممون المغاربة طوروا القفطان عبر الزمن، وأضافوا إليه لمسات عصرية جعلته يصل إلى العالمية. كل منطقة في المغرب لها بصمتها الخاصة في تطريز وتصميم القفطان، مما يجعله فسيفساء ثقافية غنية داخل البلد نفسه. المغرب يرى أن القفطان المغربي بتصميمه وشكله الحالي المعروف عالميا هو نتاج إبداع مغربي خالص. إذن، أين تكمن الحقيقة؟ الحقيقة أن التاريخ أكثر تعقيدا من الحدود السياسية الحديثة. منطقة المغرب الكبير كانت دائما مساحة للتبادل الثقافي والتأثير المتبادل.
الفنون والحرف انتقلت مع القوافل التجارية والعلماء والحرفيين بين فاس وتلمسان وقرطبة. من الصعب جدا رسم خط فاصل دقيق وتحديد أصل مطلق لتقليد معين. الزليج والقفطان كلاهما نتاج حضارة أندلسية مغاربية مشتركة، تطورت بشكل مختلف في كل منطقة، واكتسبت خصائص محلية جعلتها فريدة من نوعها. هذا النزاع ليس مجرد خلاف حول بلاطة ملونة أو قطعة قماش مطرزة، إنه يعكس قضية أعمق تتعلق ببناء الهوية الوطنية في عالم ما بعد الاستعمار. كل بلد يسعى لتأكيد تفرده وتميزه التاريخي، وأحيانا يكون ذلك على حساب التراث المشترك. ربما يكون الحل هو الاحتفاء بهذا التراث كتراث مغاربي مشترك يعترف بخصوصية كل بلد وإضافاته الفريدة، بدلا من الدخول في معارك حول من يمتلك التاريخ. في النهاية، جمال هذه الفنون يكمن في قصتها الإنسانية المشتركة التي تتجاوز الحدود. شكرا لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهاتنا القادمة. شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع المثير للجدل. شكرا لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهاتنا القادمة. شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع المثير للجدل.